relieved to have finally made it to Ceuta. Hundreds of migrants reached dry land in the Spanish territory. السلام عليكم. في هاد اليومين الاخرين السواحل الفنيدق وسبته عاشت احداث استثنائيه ومؤلمه في تاريخ الهجره في بلادنا. التغطيات الصحفيه كتهضر على اكثر من 1500 من 2000 شخص طاحوا دقه واحده في البحر سابحين نحو المجهول، ناهيك على مئات اخرين تم التوقيف ديالهم في المداخل المدينه والانفاق قبل ما يوصلوا للشاطئ. وهذا التدفق الضخم ما جاش عبثا. هاد الناس استغلوا موجه ديال الضباب الكثيف اللي غطى البحر وسوء الاحوال الجويه باش ينقصوا الرؤيه على الرادارات والمراقبه. ولكن المشهد المؤلم الحقيقي في هذه الموجه هو الفئات اللي كانت حاضره، ماشي غير شباب عاطلين، لكن كاينين دراري صغار وقاصرين في عمر الزهور، حتى امهات هازين ولادهم الرضاع وسط الماء البارد في نص الليل. الظروف اللي يحرقوا فيها قاسيه، الظروف اللي ولاو فيها في الضفه الاخرى تحت البرد والجوع والمجهول اشد قسوه. وهذا الشيء كيعطينا اشاره بالياس القلوب فات القياس. ولكن بلاتي راه القصه ما وقفاش غير عند هاد الشباب اللي كيرميو نفسهم في البحر. كاين وجه اخر مسكوت عليه واشد خطوره، وهو حريق الكفاءات. اليوم كنشوفوا مهندسين، اطباء واطور وناس خدامين بشواهد عليا وبعقود عمل واستقرار ومزوجين وعندهم اولاد وراتب محترم، ومع اول فرصه ديال الهجره ولا التاشيره كيقدموا الاستقاله، كيطويو كلشي موراهم وكيخويو البلاد. هاد الناس ماشي هاربين من الجوع المباشر، بل هاربين من غياب الافاق، من ازمه الصحه والتعليم وغياب الثقه، ومن الخوف على مستقبل ولادهم. فاش كتوصل بالمهندس ولا الطبيب عنده كلشي انه يضحي بالاستقرار ويفضل يعاود من الزيرو في الغربه، راه معناه ان النزيف ماشي غير في الطبقه الفقيره والمواطن البسيط، بل حتى في الطبقه المتوسطه وحتى الناس الميسورين. والمفارقه الخايبه في هذا الشيء كامل هي شنو كيتسنى هاد المهاجرين فاش كيوصلوا للجهه الاخرى. في إسبانيا اعتبر ألبرتو نونيز في زعيم حزب الشعب اعتبر أن الوضع في سبتة أزمة أمن قومي. أما سانتياغو أباسكال زعيم حزب فوكس اليميني في إسبانيا فقال عن المهاجرين أنهم لا يفرون من حرب ولا من الفقر وأنها عملية غزو. في هذه الايام الاخيره كنشوفوا تصريحات خطيره ومستفزه من الاحزاب والمتطرفين اليمينيين في اوروبا، خرجوا بتصريحات علنيه كيهينوا فيها المهاجرين، كيوصفوهم بالتهديد الامني والاحتلال وكيحذروا منهم في قنوات الاخبار. شوف على تناقض مرير، المهاجر كيهرب من قسوه الواقع في بلادو باش يلقى راسو كيواجه العنصريه والاهانه الخطابيه من سياسيين كيركبوا على المأساة ديالهم في الانتخابات اوروبا. كيولي بين نارين، نار قهرة البدايه ونار العنصريه في النهايه. دابا نرجعوا لصلب الموضوع، علاش كاين هذا التدافع للخروج كليا؟ الارقام ديال المندوبيه الساميه للتخطيط كتقول باللي اكثر من 35% ديال الشباب عاطلين، ولكن المشكل الاكبر هو عدم الشعور بالامان الاجتماعي. في الوقت اللي كنشوفوا فيه استثمارات ومشاريع كبرى في البنيه التحتيه، المواطن البسيط والكفاءات المهنيه كيتسائلوا فين هي العداله الاجتماعيه، وعلاش هذا التطور ما كينعكسش على المدرسه، السبيطار، وعلى القدره الشرائيه والمعيش اليومي ديالو. السياسات العموميه والبرامج اللي دارت في السنوات الاخيره ما قدراتش ترجع الثقه، والنتيجه هي هذا النزيف المزدوج. الشاب العاطل كيعوم في البحر والموظف المؤهل كيقطع الورقه من المطار. راه فاش كنهضروا بهذه الحرقه ماشي حيت بلاد محاقد ولا ضد البلاد، بالعكس حيت كنبغيو هذا الوطن وحارقيننا ولادنا اللي كيتجلاو في البحر ولا كيهربوا بعقولهم للخارج. البلاد محتاجه لاستراتيجيه حقيقيه لاعاده ثقه المواطن في بلاده، محتاجه لردود افعال بشكل عاجل، لاراده حقيقيه للتغيير اللي يخلي المواطن يحس باللي المستقبل ممكن هنا، ماشي غير في شواطئ اسبانيا ولا في عواصم الغربه. في نظركم شنو اللي خص يدار باش ترجع ثقه المواطن في المستقبل في بلاده؟ خلي رايك في التعليق وما تنساش دير متابعه. تبارك الله عليك.